أغرب 9 طيور في العالم لم تكن تعرفها. مرحبا بكم جميعا. اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على أغرب 9 طيور في العالم، ومن المؤكد أنك لم تكن تعلم عنها شيئا ولم تراها، لأنهم نادرون جدا ولا يمكن رؤيتهم بسهولة. ولكننا اليوم سنمكنك من التعرف عليهم. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. أولاً، طائر هواتزين. هو من الطيور الاستوائية التي تعيش في المستنقعات والغابات النهرية في الأمازون، ويتشابه حجم طائر الهواتزين بحجم طائر الذيال، حيث يصل طوله الإجمالي إلى 65 سنتيمتراً، وهو يتميز بالرقبة الطويلة والرأس الصغير، ووجهه أزرق خال من الشعر، في حين أن عينيه عنابية اللون. وهذا النوع يصدر ضوضاء عالية، حيث يصدر مجموعة من النداءات الغليظة، بما في ذلك الآهات والنعيق وغيرها من الأصوات. وغالباً ما تقترن أصوات النداءات هذه بحركات الجسم مثل فرد الجناحين، وتستخدم أصوات النداءات تلك من أجل الحفاظ على التواصل بين الأفراد في المجموعات وللتحذير من التهديدات والدخلاء، كما تستخدمها الصغار لطلب الطعام. وهو من الطيور القادرة على السباحة في الماء، وبشكل عام فهو نوع نادر جدا. ثانياً، طائر أبو مركوب. أبو مركوب أو حذاء النيل الأبيض، كلها أسماء عرف بها هذا الطائر العجيب. استوطن منذ آلاف السنين القارة الأفريقية، ويعيش بمستنقعات أعالي نهر النيل، وتحديداً من السودان حتى أوغندا وصولاً إلى جنوب الكونغو وما يجاورها من سهول. وقد أطلق عليه علماء الطيور هذا الاسم بسبب منقاره الضخم، والذي يزيد عن حجم رأسه بأكثر من الضعف، حيث يصل طول منقاره إلى 23 سنتيمتراً، بينما يصل طوله هو إلى 120 سنتيمتراً، ووزنه يصل إلى 7 كيلوغرامات تقريباً. وهو يتغذى على الزواحف والفئران والطيور الصغيرة والأسماك، فهو طائر يحب أن يعيش وحيداً ولا يجتمع مع أي من فصيلته إلا في فترة التزاوج. ثالثاً، حمام فيكتوريا المتوج. تتميز حمامة فيكتوريا المتوجة بمنظرها الجميل ولونها الأزرق الرمادي، وامتلاكها قمة من الريش أعلى رأسها، وتشبه التاج المزين بالدانتيل الأبيض مع العيون الحمراء بديعة اللون والشكل، ويطلق عليها ملكة جمال الحمام. تتغذى حمامة فيكتوريا المتوجة على الفواكه مثل التوت والبذور الكبيرة، ولكن لا تمتلك هذه الحمامة بعض الأعضاء مثل المثانة والغدد الدهنية المتواجدة في أغلب أنواع الطيور الأخرى. تعد من الطيور أحادية التزاوج، وعادة ما يقوم الذكر بعمل حركات بهلوانية لجذب الأنثى نحوه، وتضع الأنثى بيضة واحدة في كل مرة، ويقوم الذكر والأنثى برعاية واحتضان البيض لمدة 30 يوماً، ويتم تعليم الصغار الطيران في 28 يوماً. وهذه الحمامة لديها المقدرة على إنتاج الحليب الذي يمتلك تركيباً كيميائياً لا يختلف عن التركيب الكيميائي للحليب الذي تنتجه الثدييات، وهي من أكثر الطيور النادرة في كل العالم. رابعاً، طائر الدودو الإسباني. يعد طائر الدودو طائراً منقرضاً عاش قبل 4 قرون على الأقل، ولم يظل من ذكراه سوى بعض الرسومات التي خلدت شكله، بالإضافة إلى حافير متفرقة، في حين أن العديد من عاداته وسلوكه ظل غامضاً إلى اليوم. وقد كان يعيش في مدغشقر، ولم يعرفه البشر سوى 175 سنة، وقد كان البشر هم السبب في انقراضه. فبعد أن اكتشف الإنسان المنطقة التي يعيش فيها، جلب معه الكلاب والقطط والخنازير والفئران إلى الجزيرة التي كانت تسرق بيضه
وتعبث به. خامساً، طائر الغاق. من بين كل أنواع طيور الغاق، فإن طائر الغاق الموجود في جالاباغوس هو الوحيد الذي لا يمكنه الطيران، وهو من الأنواع المهددة جداً بالانقراض، حيث أنه يتواجد في جزيرتين في جالاباغوس، وقد أدى عدم قدرته على الطيران إلى جعله فريسة سهلة للكلاب والحيوانات المفترسة، ما تسبب في قلة عدده حتى أوشك على الانقراض. وقبل أن نكمل قائمتنا، دعونا نلقي نظرة على هذه الصورة الغريبة التي يتضح فيها نسر أو صقر ذو وجه شيطان وببغاء يمتلك أسناناً بشرية ضخمة. لا أعلم في الحقيقة ما إذا كان هناك مرض وراثي جيني أدى إلى ذلك، أم أن هذه الصورة مزيفة وتم تعديلها على برنامج الفوتوشوب. نعود إلى قائمتنا. سادساً، طائر القراز الكبير. هو نوع من الطيور يتبع جنس القراز، وقد استطاع الإنسان أن يتعرف عليه في أعوام الثمانينات، وهو يتميز بشكله المدهش ولونه الأسود الداكن، وهو من الطيور التي تعيش في الغابات الأمريكية، والتي من الصعب جدا على أي أحد رؤيتها. سابعاً، طائر أبو القرن الأرضي الجنوبي. يتميز طائر أبو قرن الأرضي الجنوبي بالتلوين الأسود وبقع حمراء زاهية من الجلد، ويمكن العثور على طيور أبو قرن الجنوبي من شمال ناميبيا وأنغولا إلى شمال جنوب إفريقيا، وهم يتغذون وهم على الأرض ويمشون ببطء بحثاً عن الطعام لصيد بعض الفرائس الصعبة مثل الثعابين. تتجمع طيور أبو قرن الجنوبي في مجموعات، هم صاخبون للغاية ويتواصلون مع بعضهم البعض من خلال النداءات الصاخبة. ثامناً، عصفور هاواي القرمزي. هو من الطيور المهددة بالانقراض والتي تعيش في هاواي، ويصل طوله إلى 15 سنتيمتراً، بينما يصل وزنه إلى 20 جراما تقريباً، وهي تعيش في المرتفعات والغابات الرطبة، وقد قل عددها بسبب فقدان الموائل بسبب الاعتداء على الموائل وإزالة الغابات وانتشار الأمراض. تاسعاً وأخيراً، العقاب الفلبيني. يعرف هذا العقاب أيضاً باسم العقاب الآكل للقرود، وهو يتميز باللونين البني والأبيض، وله ريش أشعث على رأسه. طوله يتراوح ما بين 86 إلى 100 سنتيمترين، ويصل وزنه إلى 8 كيلوغرامات. تم اختيار العقاب الفلبيني ليكون الطائر الوطني للفلبين، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض، والسبب الرئيسي لذلك هو ما لحق بموطنه من ضرر وخراب نتيجة قطع الأشجار في مناطق عدة يعيش فيها. يعتبر قتل العقاب الفلبيني جريمة تستحق العقوبة في القانون الفلبيني، وهذه العقوبة هي السجن مدة 12 عاماً مع غرامات باهظة. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.